مهما طولت الضلمة بتاعت بالليل وحسيت ان انت العتمة شديدة قوي، الطريق صعب جدا، افتكر دايما ان كده كده نور الصبح هيطلع. الامل موضوع مرعب وغريب جدا جدا بالنسبه لي، لان فقدانك للامل حاجه وحشه اكيد، ولكن في نفس الوقت تحليك بالامل حاجه مخيفه جدا. يعني تخيل معايا لو انت كان عندك امل في حاجه كبيره جدا والحاجه دي راحت من ايدك، فاكيد انت هتتحطم وهتتكسر. بس في نفس الوقت لو فقدت الامل فانت برضك هتتحطم وهتتكسر. فالموضوع هنا مش مفهوم. يعني مثلا احنا شفنا في فيلم ذا ميست اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، ونهايته المريضه نفسيا اللي كانت بسبب ان الابطال نفسهم فقدوا الامل. فنفس بقى الكاتب بتاع الفيلم دوت اللي هو عمك ستيفن كينج، ونفس المخرج برضك فرانك درابونت، عملوا فيلم برضك نزل في سنه 1994. الفيلم ده فشل ذريع، يعني ولا جاب فلوس ايرادات ولا جاب جوائز. يعني حرفيا الفيلم ده ترشح ل7 جوائز اوسكار وخسرهم كلهم. ولكن بعد فتره الناس فجاه بدات تتفرج على الفيلم دوت وتكتشف ان الفيلم ده من اعظم الافلام اللي اتعملت في التاريخ. مش كده وبس، لا دول صنفوه في قائمه IMDb لاحسن افلام في التاريخ رقم 1، ومحتل الصداره بقاله سنين كتير جدا بتصويت 3 مليون شخص بتقييم 9.3 ما حصلتش قبل كده. فهو الوحيد اللي بالشكل دوت. فهل بقى فعلا الفيلم ده يستحق ان هو يكون افضل فيلم في التاريخ زي ما ناس كتير شايفه، ولا هو فيلم اوفر ريتد زي ما في ناس كتير برضو شايفه؟ بنبدا مع الراجل ده واقف بعربيته قدام بيت، بيطلع مسدس وطلق وبيشرب. في نفس الوقت في البيت اللي قدامه دوت مراته جوه بتخونه مع عشيقها، والشرطه تاني يوم بتلاقيهم الاتنين مقتولين وبيحاكموا بطلنا دوت ان هو اللي قتلهم. ولكن هو بيقول لهم ان هو ما قتلش حد، هو بس كان سكران وقتها، ولكن اتحكم في غضبه وما قتلهمش. بس الشرطه بتلاقي بصمات رجله والطلق بتاعه موجود في الارض هناك، فبيقتنعوا ان بطلنا هو اللي قتلهم، وبيتحكم عليه بحكم مؤبد مرتين، يعني 50 سنه كامله يقضيها في السجن. واللي الحقيقه ان هو فعلا ما قتلش مراته ولا عشيقها دوت ولا حاجه. بدايه الفيلم بدايه قاسيه صعبه مؤلمه، وبتديك صدمه كده رهيبه من الاول، كأن حد اداك قلم على وشك. بعد كده بقى بننتقل للممثل مورجان فريمان، واحد مسجون اللي هو اسمه في الفيلم هنا ريد. والفكره ان الفيلم دوت بقاله اكتر من 30 سنه، وهتلاقي برضك ان مورجان فريمان عجوز، فحرفيا الراجل ده تحس ان هو مولود كبير في السن. المهم ان احنا بنشوفه داخل للناس دول، واللي بيقولوا له انك انت قضيت 20 سنه من حكم المؤبد بتاعك، فهل حاسس انك انت دلوقتي كده اتأهلت؟ فهو بيكلمهم بقى بطريقه مهذبه جدا جدا يعني، وبيقول له نعم يا سيدي، انا حضرتك اتعلمت الدرس بتاعي، واقدر اقول لك ان انا اتغيرت ومش بشكل اي خطر خالص على المجتمع. ولكن مع ذلك بيترفض، وبنشوف صورته وهو شاب صغير، واللي بنفهم منها ان هو حرفيا عمره كله قضاه في السجن. طبعا انت مش فاهم مين دول وليه هو بيقول لهم ان هو اتغير ومع ذلك بيرفضوه. فتعال اشرح لك بسرعه ان في نظام في السجون الامريكيه، ان هو لما المسجون بيقضي عدد معين من السنين في السجن، زي مثلا 10 سنين او 20 سنه مثلا، يقدر ان هو يطلب حاجه اسمها افراج مشروط. وده معناه ان هو يقدر يخرج من السجن من غير ما يكمل عقوبته كلها، لو اللجنه ديت او الناس دول شايفه ان هو اتغير فعلا وبقى مؤهل ان هو يرجع يعيش تاني ما بين الناس. ولكن بنفهم منه دلوقتي ان ده مجرد كلام، وفي الغالب محدش اصلا بيطلع من السجن. المهم ان في حاجه مهمه جدا جدا في ريد دوت، ان هو دوت بطل الفيلم. طبعا الموضوع غريب، ولكن ريد دوت هو راوي الفيلم بتاعنا، واحنا بنشوف الاحداث كلها من وجهه نظره هو. فهو حرفيا اللي بيحكي لنا وبيعلق على كل الاحداث اللي بتحصل، ودي حاجه مهمه جدا عايزك تبقى فاكرها. واللي بعد كده هنشوف واحد بيقول له ان هو عايز منه علبه سجاير، ولكن هو بيرد عليه ان انت عليك 5 علب سجاير، فامشي من هنا. بعد كده بيقول لنا بقى ان هو المحتال بتاع السجن دوت، هو الشخص اللي يقدر ان هو يجيب لك اي حاجه انت عايزها جوه السجن. فجاه بنسمع صفاره عاليه جدا، واللي بنبدا في سنه 1947 اللي بيوصل فيها اندي، الرجل اللي كان شغال نائب رئيس بنك ضخم جدا وحياته كانت عظيمه، حكم عليه الظلم ب50 سنه سجن. وطبعا معاه باقي المساجين الجداد واللي رايحين لسجن شاوشانك. بيدخلوا السجن، المساجين بتهتف وريد بيقف يتفرج من بعيد. بينزل المساجين هنا مش بيهتفوا لهم عشان يشجعوهم، لا هم بيخوفوهم وبيقولوا لهم ان هم السمك الجديد بتاعهم. وفي نفس الوقت ريد واصحابه كل واحد فيهم بيقف يراهن على المساجين الجداد دول بسجاير، وريد بيراهن على بطلنا اندي، والراجل دوت بيراهن على تخه ده. وهتعرف دلوقتي هم بيراهنوا على ايه. المساجين بيدخلوا يصطفوا كلهم ويقفوا طابور، وبنتعرف على شخصيات جديده مهمه جدا. اول واحد هو كابتن الحراس، رئيس الحراس يعني. اما
هذا الشخص فهو مأمور السجن. اول حاجه بيقول لهم ان انتوا مجرمين وجيتولي دلوقتي، وبيقول لهم ان في قواعد هنا لازم انك انتوا تمشوا وراها. القاعده الاولى معانا ان ممنوع التجديف، ودي الترجمه الحرفيه اللي هو قاله نو بلاسفيمي. فهو هنا هيشرح هو قصده ايه، ان ممنوع استعمال اسم ربنا، اسم الله او اي حاجه دينيه بشكل مسيء جوه السجن. وهتلاقي في نفس الوقت ان هو معلق صليب كده حاطه في البدله بتاعته. وبس كده خلاص. هيقول لهم بقى ان بقيه القواعد هتكتشفوها مع الوقت. فاللي هناخد بالنا منه من الاول ان الراجل دوت متدين مسيحي، ودي حاجه مهمه جدا جدا معانا. فالمسجون ده بيقول له طب وهناكل امتى؟ هنا مأمور السجن بيبص لرئيس الحراس فبيروح يضربه على طول ويقول له اسمع يا ابني، انت هتاكل لما احنا نقول لك انك هتاكل، وهتروح الحمام لما نقول لك انك تروح الحمام، وينزل ضرب فيه. مأمور السجن بيكمل وبيقول لهم ان هو بيؤمن بحاجتين بس، الانضباط والكتاب المقدس، وان هيتوزع على كل واحد فيكم كتاب مقدس. ثقوا في ربنا بس انتوا بتوعي. اهلا بيكم في سجن شاوشانك. اول حاجه بيحموا اندي وبيرشوا عليه الحاجات اللي هي بتاعت الامن ديت. ريد بقى وهو بيحكي لنا القصه بيقول لنا ان اول يوم هو بيبقى اصعب يوم بسبب المعامله الوحشه جدا اللي انت بتتعاملها، وفي نفس الوقت انك انت لما بتخش الزنزانه ويتقفل عليك الباب، ده الوقت اللي بتفهم فيه انك انت مسجون دلوقتي فعلا، وان حياتك اللي فاتت وحريتك خلاص كده انتهوا، وان معظم المساجين الجداد بيتجننوا من اول يوم. وفي نفس الوقت لازم ان في واحد منهم ينهار ويعيط زي الطفل. وده بقى الرهان اللي هم كانوا بيعملوه من شويه، ان مين من المساجين الجداد هيعيط وينهار زي الطفل. وهنا بيبدا ان المساجين القدام يطلعوا من الجحر بتاعهم، والراجل دوت بيخوف التخه اللي هو راهن عليه من شويه، اللي هو اصلا كان قاعد بيعيط. فالراجل يا عيني بينهار زي الاطفال وبيعيط وبيصرخ، وصاحبنا دوت بيضحك، والمساجين التانيين بيضحكوا وبيقولوا ان صاحبنا دوت هو اللي كسب الرهان. رئيس بقى المساجين بيدخل من الصوت العالي، واللي الرجل الثمين دوت لسه بيعيط لحد دلوقتي وبيقول له طلعني من هنا، انا عايز اروح لماما. فالكابتن بيقول له انا مش هعد حتى ل3، اسكت والا هتندم. وصاحبنا اللي كان بيخوفه وبيضحك عليه من شويه بيقعد يقول له اسكت اسكت خلاص اكتم، ولكن للاسف هو ما بيسكتش. فبيطلعه من السجن وينزل ضرب ودعك فيه بكل قسوه لحد ما بينهار في الارض، وبيعدل هدومه ويلبس الطاقيه بتاعته ويمشي كأن ما حصلش حاجه. تاني يوم كله بيخرج وبيمشوا في السجن بنظام، وبيروحوا للمطعم عشان الفطار. اندي بياخد اكله وبنلاقي ان في واحد بيبص له بصه شهوانيه مرعبه غريبه، وهو بيروح يقعد جنب ريد واصحابه. بيجي ياكل بقى بيلاقي جوه الاكل بتاعه دوده مبطرخه ويبص لها كده باستغراب. هنا بقى الراجل العجوز دوت بيساله انت هتاكلها؟ فهو بيقول له لا. فبيقول له طب ممكن اخدها؟ فبياخد الدوده منه ويبص لها بصه مرعبه ويقول له شكلها لذيذ وحلو جدا. طبعا اندي بيبص له بصه الرعب وخايف منه، ولكن بيطلع ان العجوز دوت راجل عسليه وبيربي عصفوره جوه الجاكيت بتاعه وبياكلها الدود اللي هو بيلاقيه. في نفس الوقت بيجي الراجل اللي كسب الرهان وكلهم بيدوا له السجاير اللي هو كسبها. فهو بيسال واحد مسجون معاهم بس شغال في المستشفى، وبيقول له ان الراجل التخين راح فين دلوقتي، واللي هيقول له ان هو مات من كتر الضرب. فاندي بيساله طب ده كان اسمه ايه؟ فبيرد عليه بيقول له انت مالك، هو خلاص مات، اكتم يا ابن بيجي بقى يروح عشان يستحمى، بيجي له الراجل اللي كان بيبص له بصات شهوانيه مرعبه وعايز حاجات منه وحشه، ولكن بطلنا بيمشي ويسيبه. هينطوي بقى على نفسه كده فتره ومش هيتكلم مع حد خالص لغايه ما يعدي شهر كامل. وهنا بيبدا يتكلم مع اول شخص وهو ريد نفسه، واللي هيبدا ان هو يعرفه بنفسه ويقول له انا اسمي اندي. ريد هيقول له ان كل المساجين واخده عنك فكره انك انت متكبر ومتعالي عليهم، وبيساله هو انت البنكي اللي قتلت مراتك؟ فانت عملت كده ليه؟ فهنا هيقول له انا ما قتلتهاش لو حبيت تعرف يعني. فريد هيقول له ان احنا هنا كلنا بريئين برضه. فبيسال صاحبه انت هنا ليه؟ فبيقول له المحامي بتاعي ضحك عليا، كتعبير مجازا يعني ان كل المساجين بيقولوا عن نفسهم ان هم بريئين. المهم ان اندي بيقول له انا عارف انك انت راجل بتعرف تجيب اي حاجه جوه السجن، وبيقول له ان هو عايز مطرقه للصخور. طبعا ريد بيتخض فبيقول له عايزها ليه وهي ايه؟ وهيكمل ويقول له ان في العادي ما بيسالش اسئله زي ديت، ولكن حاجه زي كده انت ممكن تستخدمها عشان تكسر بيها جماجم المساجين اللي هنا. فاندي بيشرح له ان هو مهتم جدا بالصخور وعنده هوايه غريبه ان هو بيحب ينحت الصخور ويجمع فيهم، فعايز ان هو يكمل الهوايه بتاعته هنا جوه السجن، وان هو ملوش اصلا اعداء عشان يستخدمها بطريقه وحشه. فريد بيضحك وبيقول له استنى شويه لان السيسترز الاخوات اعجبوا بيك، واللي هم الناس اللي كانوا بيبصوا له بصات غريبه دول المنحرفين بتوع السجن، فبيحذروا دلوقتي ان هو يخلي باله من ان هم يعملوا فيه اي حاجه. فبطلنا بيقول له ما تقلقش مش هستخدم الفاس في اي حاجه. فبيقول له يبقى انت اكيد كده عايز تحفر خندق وتهرب منه. فبطلنا بيضحك ويقول له انت هتفهم كل حاجه لما تشوفها، وبيتفقوا. فريد بنلاقيه ان هو بيبص له ويضحك ويقول ان اندي دوت شخص غريب جدا لان هو هادي وبيتمشى في السجن. هو حتى ما كانش بيتمشى، هو كان بيسير في الارض كده وكأن مفيش هم عنده وكأنه في حديقه بيتنزه. الفاس بتدخل، ريد بيديله علبتين سجاير وياخدها وبيروح الزنزانه بتاعته يفتحها وبيفهم هو كان بيضحك ليه، وبيقول
وبيقول انت محتاج 600 سنه على اقل حاجه عشان تقدر انك تحفر نفق بالفاس الكيوت الصغنونه ديت. بيديها بقى لبروكس العجوز مع علبه سجاير، واللي بيروح يديها لاندي. تاني يوم بيروح يشتغل في المغسله وبيقولوا له ان هو يروح يجيب حاجه كده، ولكن بيكون مستنيه فرقه الشواذ العالميه المتحده. اندي بيقلق وبيستعد للدفاع عن نفسه، ولكن للاسف بيهجموا عليه ويتلموا عليه وهو بيعافر، بس بينزلوا ضرب ودعك فيه حرفيا. وريد هيقول لنا ان هو كان يتمنى ان هو كان يقدر يقول ان اندي قدر ان هو يحاربهم وانتصر وهرب منهم وما عملهوش حاجه، ولكن السجن في الحقيقه مش قصه خياليه، هو دوت العالم الحقيقي. الامور بقى بتفضل بنفس الروتين دوت كده لفتره، واندي بنفسه كل شويه بيظهر بجراح جديده وكدمات جديده باينه على وشه. اوقات كان بيقدر ان هو يقاومهم فعلا ويهرب، واوقات تانية ما كانش بيعرف للاسف. فضل بقى الحال دوت لمده سنتين صعبين عدوا عليه جوه السجن، لدرجه ان ريد بيقول لنا ان اندي كان خلاص قرب ان هو يفقد عقله تماما، لحد بقى ما هتحصل حاجه هتغير كل حاجه. مأمور السجن بيقول لهم ان في شغلانه جديده، ان في سقف واحد من المصانع محتاج تجديد وعايزين متطوعين يروحوا يشتغلوا هناك. طبعا كله بيقدم لان هم كده هيقدروا ان هم يطلعوا بره السجن. فريد بيروح يرشي الحراس بعلب سجاير يخليهم يختاروه هو واصحابه، واندي برضه هو كمان بيتقبل معاهم. لما بيروحوا يشتغلوا بقى بيسمعوا الكابتن رئيس الحراس بيقول لهم ان في محامي كلمه وقال له ان اخوه مات. طبعا الحراس التانيين بيقولوا له بجد والله البقاء لله معلش والكلام دوت، ولكن هو بيقول لهم لا مش مهم غار في داهيه. ولكن الفكره هنا ان هو مات وكان معاه ثروه ضخمه، واللي الكابتن دوت هيطلع له منها 35,000 دولار. بس في نفس الوقت ملاقيين ان هو متضايق كده، فبيسالوه انت متضايق ليه؟ فهنا هو بيقول لهم يا اغبياء يا جهله يا حمير، الضرايب هتفشخني وهتاخد الفلوس كلها اللي معايا. واللي في نفس الوقت كان واقف وباصص وبيسمع اندي صاحبنا، وريد بيقول له انت مجنون ولا ايه؟ بص قدامك اشتغل. والكابتن بيفضل يصيح على الضرايب. فهنا بقى اندي بيقرر ان هو يتدخل وبيقرب منه، طبعا بيرفعوا عليه السلاح بسرعه. بس هنا بقى اندي بيقرر يقول اعبط حاجه ممكن حد يقولها في الدنيا. بيقول للكابتن المجنون السفاح دوت في وشه انت بتثق في مراتك؟ فهو بيقوم مطلع له الشومه بتاعته وبيقرب منه ويقول له كلام قليل ادب الصراحه. فاندي بيرد عليه بتاني اعبط حاجه ممكن حد يقولها، ويقول له انا قصدي هل هي ممكن تخونك في المستقبل؟ هنا الكابتن بقى بيجيب اخره خلاص وبيقوم ماسكه عشان يرميه من فوق المبنى. اندي بقى بيلحق نفسه بسرعه ويقول له انا قصدي لو بتثق في مراتك فتقدر تحرز الفلوس كلها. فهنا هو بيقف وبيقول له الفلوس كلها؟ يعني انت بتقول ايه؟ فهنا بقى اندي بيفهمه ان الحكومه بتسمح له بهديه لمراته ما عليهاش اي ضرايب خالص بتوصل ل 60,000 دولار، فيقدر ياخد الفلوس اللي هو ورثها من اخوه ويكتبها باسم مراته، وبكده الضرايب مش هتاخد منه اي حاجه ومش هيخسر ولا سنت واحد. فاندي بيكمل شرحه ويقول له لو انت عملت كده فانت هتحتاج محامي يعملها لك. فبيرد عليه ويقول له دول سفله وسفاحين فلوس. فهنا اندي بيقول له ان انا اقدر اعملها لك من غير ما يكلفك اي حاجه، غير بس انا كل اللي بطلبه من حضرتك ان كل زميل ليا هنا في الشغل تجيب له 3 بيره مشبرين يشربهم عشان يروق على نفسه في الحر دوت. واللي طبعا بقيه المساجين باصين وفاتحين بقهم من اللي هو بيقوله دوت. واللي رئيس الحراس المجنون بيسيبه. وتاني يوم في سنه 1949 المساجين اللي كانوا شغالين فوق المبنى بيقعدوا كلهم بعد يوم متعب يشربوا وهم مبسوطين جدا، والاول مره من زمن كبير جدا يحسوا ان هم احرار. اما اندي بطلنا فقاعد على جنب بابتسامه على وشه وبيتفرج عليهم وهم مستمتعين. الراجل بقى اللي ما كانش طايقه في الاول بياخد ازازه من الازايز وبيروح عشان يعزم عليه، بس هو بيقول له ان هو ما بقاش يشرب خلاص. بيقعد بقى يلعب بعد كده مع ريد وبيعرفه على لعبه الشطرنج، وبيقول له ان هي لعبه الملوك، وان ريد يقدر يجيب لوح شطرنج واندي في نفس الوقت ينحت القطع بتاعه الشطرنج من الحجاره ويعملوا اللعبه واندي يعلمها له ويلعبوها. هنا بقى ريد بيقول له بما اننا بقينا اصحاب فقول لي بقى ليه قتلت مراتك؟ فهيضحك ويقول له انا بريء زي اي حد هنا. ولكن على عكس اي مسجون هنا ريد بنفسه بيعترف ان هو اتسجن لان هو عمل جريمه فعلا وقتل شخص، وده بيعرفك ان هو فعلا حاسس بالذنب. بعد كده بنشوف اندي فعلا بدا ان هو ينحت في قطع الشطرنج وبيقوم عشان يكتب اسمه بالفاس اللي معاه على الحيطه. تاني يوم بيكونوا قاعدين بيتفرجوا على فيلم بيتعرض لهم، ولكن هو بيقول له استنى اسكت دلوقتي هتيجي اللقطه المهمه. اول ما بتظهر لقطه الممثله كلهم بينبهروا ويضحكوا ويهيصوا. اندي بقى بيطلب من ريد لوحه لنفس الممثله اللي هو بيقول له خلاص ماشي كم اسبوع كده وهجيبها لك. اندي بيمشي ولكن بيمسكوه تاني وبيدخلوه اوضه. اندي بيضربهم بيقاوم كالعاده وبيحاول ان هو يهرب منهم، ولكن بسبب ان هو المره دي كان قاوم بزياده بيضربوه بغباء شديد لدرجه ان هم هيخلوه يروح المستشفى يقعد فيها لمده شهر كامل. بنفس بقى الوقت الراجل اللي كان بيحاول يغتصبه دوت عقابا ليه بيخلوه يقضي في السجن الانفرادي اسبوع كامل. بعد ما يعدي الاسبوع بيفتحوا له الزنزانه وهو بيضحك طبعا مش في دماغه حاجه فرحان، وبيرجع تاني لزنزانته. ولكن بنلاقي ان رئيس الحراس مستنيه جوه في الضلمه. لسه من شويه قلت لك ان الحركه اللي عملها اندي مع الكابتن هتغير كل حاجه. فالحركه دي مش بس خلته عنده صحاب جداد،
الجهاد، ولكن كمان هو اصبح مهم لرئيس الحراس والحراس نفسهم. واللي هنا بسبب ان صاحب فرقه الشواذ المتحده قرب يقتل اندي خلاص، فرئيس الحراس هنا بيقرر ان هو ينزل دعك فيه وضرب، وحرفيا راجل بيزحف ويمسك في الحديد ويصوت، ولكن رئيس الحراس بالشومه بيجره وبيكمل عليه. فاللي يحصل دلوقتي هنا اولا بيبعت رساله ان محدش في السجن كله يلمس او يحط صباعه بس على اندي، لان هو دلوقتي شخص مهم جدا لرئيس الحراس. تاني حاجه ان المغتصب من كتر الضرب فيه هيفقد القدره على المشي تاني خالص، وهينقلوه لمستشفى بعيده اللي هيقضي فيها بقيه حياته، حتى ما بيقدرش ان هو ياكل غير بالشفاطه. وريد واصحابه بيقرروا ان هم يعملوا حفله ترحيب كده صغيره باندي لما يخرج من المستشفى، واللي فعلا بعد كده بيجمعوا له كل الصخر المميز اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت جابوا له كمان اللوحه اللي هو كان نفسه فيها. بيرجع لزنزانته بقى، ووشه طبعا بتلاقي ان هو متجرح من كتر الضرب ومتضايق جدا، ولكن بيلاقي اللوحه قدامه مستنياه وكاتبين له رساله ان هي هديه منهم ليه. بعد كده بقى فجاه تفتيش مفاجئ للزنازن. بطلنا بيبقى قاعد بيقرا الكتاب المقدس بتاعه، ورئيس الحراس بيخش عنده يقلب الزنزانه ويكسرها كلها وهم بيفتشوها. واللي بيدخل مأمور السجن بياخد منه الكتاب المقدس وبيقول له ان هو مبسوط جدا انك انت بتقراه. وهنا بقى بيبان هو اصلا عامل التفتيش ده كله ليه. بيقول لاندي انا سمعت انك انت كويس مع الارقام. رئيس الحراس بقى بيلاقي ان هو عنده صنفاره طبعا وقطع شطرنج منحوته وصوره البنت اللي على الحيطه. فمأمور السجن بيقول له انا ما اقدرش اوافق على الحاجات ديت، بس نقدر نعمل استثناء ليك طبعا. وبيرجع له الكتاب المقدس من غير ما يفتحه، وعايزك تفتكر معايا ان هو ما فتحش الكتاب بيستدعيه بقى للمكتب بتاعه. واول ما اندي بيخش بيلاقي ان في ايه من الكتاب المقدس على الحيطه بتقول ان حكمه العادل اصبح قريبا، هنحتاجها برضه في المستقبل. مأمور السجن بقى بيساله هو انت عاجبك الشغل في المغسله؟ فاندي بيرد وبيقول له لا خالص. فهنا هو بيقول له انا عندي شغلانه لواحد مثقف زيك كده، وبيبعته للمكتبه اللي شغال فيها العجوز، وشاف الغراب العملاق هو جيك الكتكوت اللي كان بيربيه العجوز بس كبر. العجوز بقى بيعرف اندي على شغل المكتبه، ولكن بنعرف هنا حاجه غريبه جدا، ان العجوز ده بقى له هنا 40 سنه شغال لوحده في المكتبه هنا. فايه بقى اللي حصل جديد عشان فجاه يجيبوا معاه اندي يشتغل معاه؟ واللي هنا فجاه بينادوا على اندي وبيروح له الحارس وبيقولوا ان هو عايز يعمل صندوق تبرعات لتعليم عياله. فاندي بيطلب من العجوز ورقه وقلم، وبيحط المكتب والكراسي وبيقعد معاه وكانها استشاره بنكيه. وبنكتشف هنا ان هم حطوه في المكتبه وشغلوه فيها، وفي نفس الوقت بيحموه من اي حد عشان يستخدموا معرفته البنكيه لصالحهم. بس في نفس الوقت هو بيقرر يستغلهم برضك، وان هو اول حاجه يحاول يوسع المكتبه ويجيب فيها كتب جديده. هو بيروح يقول للمأمور، واللي هنا هو بيقول له ان مفيش ميزانيه للكلام فاندي بيطلب منه ان هو يكتب رسائل ويبعتها لنواب الولايه نفسها يطلب منهم شويه تموين. فالمأمور بيقفلها في وشه، ولكن اندي بيطلب منه ان هو لو بس يسمح له ان هو يبعت لهم رساله واحده اسبوعيا، وان اكيد هم مش هيفضلوا يتجاهلوه للابد يعني. والمأمور بيوافق ان هو يبعت اللي هو عايزه. واللي هنا بيبدا اندي يكتب رساله كل اسبوع يبعتها للنواب عشان يمولوا المكتبه ويطوروها، ويروح كل اسبوع يلاقي ان هم ما بيردوش عليه. في نفس الوقت بقى في شهر واحد بس كان اندي عمل وظبط ورق الضرايب لنص الحراس الموجودين في السجن كلهم، وبعد سنه كامله من الشغل كان عامل ورق كل الحراس اللي في السجن منهم المأمور نفسه. والسنه اللي بعديها كان حرفيا حراس بقيه السجون بياخدوا الانشطه الرياضيه حجه ان هم يروحوا لاندي يظبط لهم ورقهم الضريبي، ويقفوا طابور كده قدامه كل واحد فيهم مجهز ورقه وواقف محترم مستني دوره. من كتر ما هو بقى كان مشغول جاب معاه صحابه ان هم يساعدوه في الشغل. ومع كل السنين اللي بتعدي كان مازال بيبعت رساله كل اسبوع عشان عايز ان هو يمول المكتبه فجاه بقى الراجل ده بيجي جري بسرعه ويقول لهم الحقوا. فبيروحوا بسرعه يلاقوا الرجل العجوز ماسك زميلهم وحاطط سكينه على رقبته ومعوره. بيحاولوا بقى يتفاهموا معاه بالراحه كده، لان هي حاجه غريبه جدا، العجوز هو اطيب والطف واحد في السجن كله، ولكن هو فجاه في حاله جنان وبيعيط وبيقول لهم ان انا هقتله وما عنديش اختيار تاني. فبطلنا بيتدخل ويقول له انا عارف انك انت مش هتاذيه لان هو صاحبك، وبيكلمه ويقول له بص لرقبته وعملت فيها ايه، لحد ما هو بيسيبه وهو منهار وبيعيط. بيروحوا بقى يشوفوا العجوز الغلبان الطيب ده ماله. فالراجل ده بقى بيقول لهم طب وانا اللي كنت هموت. فريد بيقول له مش مهم انت عملت ايه عشان توصله للمرحله فهنا هو بيقول لهم انا ما عملتش اي حاجه، انا بس جيت هنا عشان اودعه لان اتصدر قرار الافراج عنه. طبعا كلهم مش فاهمين هو ليه بيعيط ومنهار ان هو هيمشي من السجن، لدرجه ان هو عايز يعمل جريمه تاني عشان ما يمشيش. واللي هنا بقى ريد هيشرح لنا ويقول لنا ان الراجل بقاله 50 سنه هنا في السجن. فانت متخيل الراجل ده ما يعرفش العالم الخارجي عامل ازاي، اخر مره شاف الشارع من 50 سنه. لا افهم بس معايا، انا مش بقول لك ان هو عنده 50 سنه، لا انا بقول لك هو قضى في السجن هنا 50 سنه ما يعرفش غير الحيطان الموجوده هنا حواليه والمكتبه بتاعته واصحابه اللي هم في السجن دول هم عيلته وهي دي حياته. بقول لك 50 سنه مقضيها جوه السجن. في نفس الوقت جوه السجن هنا هو راجل مهم صاحب مكتبه ومثقف وحاجه قمه كده، ولكن بره السجن هو
لا شيء، هو اسوأ اساسا من اللا شيء. هو عجوز مدان مسجون سابق عنده التهاب مفاصل في ايديه، واللي بيخليه حتى ما يعرفش ان هو يشيل حاجه تقيله. في منهم مش هيفهم الموضوع دوت، ولكن ريد هيقول لهم ان حيطان السجن هنا في الاول هتكرههم، بس بعد كده هتتعود عليهم، وفي الاخر هتعتمد عليهم. العجوز بقى بروكس الغلبان بيلبس بدله كده وبياخد جاك الغراب بتاعه وبيطيره وهو حزين جدا على فراقه. بيخرج بروكس العجوز بعد ما بيسلم على الحراس وبيبص بره وهو حزين وخايف، قاعد في العربيه ووشه يفهمك احساسه ايه دلوقتي. خايف يا جماعه، خايف ومرعوب من العالم الغريب اللي بره دوت. بيكتب بقى رساله لزمايله في السجن، واللي فيها هيقول لهم ان تخيل ان هو ما يعرفش العربيات ديت وخايف منها لان هو مش فاهمها. مره واحده بس هو شاب صغير شاف عربيه بالصدفه، وكانت حاجه نادره جدا وغريبه. اما دلوقتي في العربيات موجوده في كل مكان، العالم اتطور بسرعه جدا بالنسبه له. بيقعد بقى في الشقه الميته المتهالكه الكئيبه ديت، وبيشتغل في متجر بيعبي الحاجات في اكياس، ومع الشغل ايده بتوجعه دايما، ومدير المتجر ده مش طايقه وبيعامله وحش. لما بيخرج من الشغل بيقعد ان هو ياكل الحمام وهو محبط جدا، وبيتمنى ان الغراب جيك يشوفه ولو صدفه واحده، بس هو وحيد، ولا اهل ولا اصحاب، في عالم غريب جدا بالنسبه له. خايف مرعوب لدرجه ان هو بيقول ان هو كل يوم بيصحى من النوم مفزوع، عنده كوابيس بتصحيه، بيصحى خايف ومرعوب مش مستوعب هو فين. بيقول لهم ساعات بفكر ان انا اخد المسدس واسرق المتجر دوت عشان يرجعوني السجن تاني، بس اقتل كده المدير دوت كبونص يعني. في الاخير جده العجوز اللي قضى 50 سنه من حياته في السجن بيقرر ان هو مكانه مش هنا. تعب من كتر الخوف دايما والوحده اللي هو فيها والعالم نفسه اللي هو مش فاهمه دوت. بيظبط شنطته وبيطبق هدومه وبيلبس بدلته ويتشيك، وهو عارف ان محدش مهتم لواحد عجوز زيه. بيطلع المطوه بتاعته الصغيره وبيطلع على الترابيزه يكتب حاجه على السقف ويضحك بابتسامه مليانه حزن، وبعد كده بيقرر ان هو ينهي القصه بتاعته. واللي بنشوف بعد كده ان هو كتب بروكس كان هنا تخليدا لذكراه، ان اي حد هيخش الشقه ديت يعرف ان كان في عجوز كان عايش هنا. واندي وريد بيقراوا الرساله، وريد بيكتم الدمعه بتاعته. بعد كده بقى فجاه اندي بيلاقي ان كابتن الحراس عمال يصيح، وبيطلع ان نواب الولايه اخيرا ردوا عليه برساله وبيقولوا له فيها بسبب ان انت عمال تزن علينا وطلبك المستمر، فهم صرفوا له شيك ب $200 وغير كده مجموعه كبيره من الكتب المستعمله والمجلات. وبيقولوا له بقى في اخر الرساله ان احنا كده خلاص بنعتبر الموضوع اتقفل، فارجوك ارجوك بطل تبعت لنا رسائل تاني. والحارس نفسه لان هو مبسوط جدا لاندي بعد حرفيا 6 سنين بيبعت كل اسبوع رساله لحد ما زهقوا من اصراره بعتوا له اللي هو عايزه. ولكن هو بيقرر بقى هنا ان هو يبعت لهم بعد كده رسالتين في الاسبوع عشان يخلوهم ان هم يمولوا ويكبروا المكتبه بتاعته ويوسعوها. الحارس بيقول له انا رايح مشوار كده اللي هو رايح الحمام يعني. بيلاقي بقى في وسط ومن ضمن الكتب ديت اسطوانه موسيقى للاوبرا. اندي هنا بقى بيقرر قرار مجنون، بيروح يشغلها ويسمعها، ومش بس كده بيروح يقفل باب الحمام على الحارس وباب الاوضه نفسها ويشغل مكبر الصوت بتاع السجن ويحطه جنب الموسيقى وهي شغاله. الحارس بقى بيقوم مفزوع طبعا، وكل المساجين بيتخضوا، واللي شغالين بيوقفوا شغل، واللي نايمين بيصحوا ويقفوا كلهم يسمعوا ست ايطاليه من الاوبرا بتغني بصوت جميل جدا. واندي بيقعد مأنتخ مبسوط بيستمتع باللي هو سامعه. وريد بيقول لنا ان هو مش فاهم هو كان بيسمع ايه دلوقتي، وان هو متاكد ان لشويه لحظات كده كل راجل في سجن شوشنك وقف يسمع وحس بالحريه ولو لشويه لحظات. مأمور السجن بقى بيجي وهو مولع غضبان، ولكن اندي بدل ما يقوم يقفله بيقوم معلي الصوت اكتر. فهنا كابتن الحراس بيكسر ازاز واندي بيتفشخ وبيودوه السجن الانفرادي لمده اسبوعين كاملين. بيرجع بقى عنده دقن، ولكن بيلاقوه بغرابه جدا ان هو مبسوط، مع ان اليوم اصلا في السجن الانفرادي دوت كانه سنه، ولكن هو مبسوط ان هو سمع موسيقى تاني. واللي بنعرف ان ريد كان بيلعب هرمونيكا وهو صغير بس ما بقاش ليه لازمه دلوقتي. هنا بقى اللي انا عايزك تاخد بالك منه لان اللقطه دي مهمه جدا، وبيعرفك ان اندي مختلف عنهم كلهم. بيقول لهم انتوا محتاجين الموسيقى عشان تفتكروا ان في ناس بره، في حياه بره الطوب اللي احنا عايشين فيه ده. فهنا بيبان اختلاف وغرابه اندي عنهم، ومش في اللقطه دي بس، من اول ما دخل السجن. اول حاجه ان هو كان بيسير كده في الارض لحد موقفه فوق السطح دوت، لحد المكتبه نفسها، لحد الموسيقى، حاجات كتير جدا هو مختلف عنهم فيها بكتير جدا. ليه بقى الاختلاف ده جاي منين؟ ببساطه شديده الامل. اندي الوحيد فيهم اللي عنده امل في الحياه، ولكن كلهم فقدوا الامل دوت من بدري. ولما بيقول لهم حتى ان في امل في الحياه، ريد بيرد عليه ويقول له ان الامل ديت حاجه خطيره جدا، لو اتعلقت بيه هيجننك ومن الافضل انك انت تتخلى عنه. فاندي بيقول له زي ما عمل بروكس كده، وهنا ريد بيتضايق ويقوم. فدي بقى الفكره، بروكس اللي قتله فقدانه الامل في الحياه من بدري جدا. اندي مختلف، ريد بقى بحس ان هو بين خطين، ما بين ان هو يفقد الامل وبين ان هو يتحلى بالامل. واللي بنلاقيه ان هو بيروح يتعرض على اللجنه ديت تاني كده، بقاله 30 سنه في السجن واندي بقاله 10 سنين. فبيقولوا له انت حاسس ان انت اعاد تاهيلك؟ فهو
بيبقى مهذب جدا جدا برضك معاهم، وبيقول لهم ان هو بقى شخص مختلف دلوقتي ومش بشكل اي خطر خالص على المجتمع، ولكن بيترفض برضه كالعاده. ريد بيكمل فقدانه في الامل، بس اندي بيجيب له هرمونيكا هديه، واللي فيما معناه ان لسه ما تفقدش الامل. فالهرمونيكا هنا بتمثل الامل اللي بيحاول اندي ان هو يديهوله. بعد كده بقى بتشوفوا ان هو مصطفين في السجن، واندي بيبان ان هو شعره ابيض، وبيلاقي هديه من ريد برضك على ان هو بقى له 10 سنين في السجن، لوحه جديده لمارلين مونرو. في نفس الوقت بقى ريد بيبقى ماسك الهرمونيكا بتاعته وبيجي يعزف عليها، ولكن بيقف وما بيرضاش. المشهد ده بقى مهم جدا جدا، لان اولا زي ما قلنا الهرمونيكا دي بتمثل الامل اللي بيحاول اندي ان هو يديهوله، ولكن هو دلوقتي برضك بيرفض ان هو يتحلى بالامل. وفي سنه 1959 بعد ما فضل اندي يبعت رسالتين كل اسبوع ويتحلى بالامل، قرروا بعد ما زهقوا منه ان هم يستجيبوا ويوسعوا له المكتبه بتاعته بتمويل اكبر $500 ومكان اكبر وكتب جديده، وهو نفسه بيقسمهم، وصحابه بيساعدوه بشكل كبير جدا، ونحتوا اسمه بروكس العجوز وسموا المكتبه على اسمه تخليدا لذكراه. وبسبب ان هو زي ما قلت ان هو كان مختلف، حول حته مخزن صغير كده الى افضل مكتبه سجون في الولايه كلها، وفيها حتى اغاني يسمعوها. هنا بقى يحصل حاجه مهمه جدا جدا مش مفهومه عند اغلب الناس. مأمور السجن بيعمل مشروع جديد، البرنامج الداخلي والخارجي. الصحافه كلها بتيجي تصوره، وصوره بتظهر في كل حته. البرنامج ده ببساطه ان هو عمل مشروع عبقري جدا، ان هو عشان يأهل المساجين فعلا والدوله تستفاد منهم، بيروح لمشاريع الدوله نفسها عايز تعملها. فبدل ما المساجين يقعدوا في زنازينهم من غير فايده، هو بياخدهم ويشغلهم بفلوس بسيطه جدا جدا في المجتمع. فكده هو ضرب كذا عصفور بحجر واحد. بس الحقيقه ان رجل الدين دوت هو اكبر منافق وشيطان في الدنيا كلها. كل هو كان بيعمله ان هو يشغل المساجين دول زي العبيد من غير فلوس حقيقيه او حتى تامين. في نفس الوقت كان بيروح للشركات الكبيره ويمضي معاهم عقود ان هو يعمل لهم مشاريع بنص الثمن اللي هم بيدفعوه في العادي لاي شركات مقاوله تانية، وياخد العبيد بتوعه دول ويشغلهم حرفيا مجانا، ويحط هو كل الفلوس ديت في جيبه. في نفس الوقت بقى باقي شركات المقاوله هي كمان كانت عايزه تشتغل، فراح ياخد منهم رشاوي عشان يخليهم ان هم يشتغلوا في المشاريع الحكوميه وهو ينسحب منهم. وهنا بقى بيجي دور اندي اللي المأمور هيستغل معرفته الكبيره جدا بالنظام والبنوك، فهيخليه ان هو يغسل له امواله. ومن الحاجات العبثيه جدا اللي تبين لك ان هو منافق اصلا وبيستخبى ورا عبايه الدين، ان هو معلق على الحيطه ايه بتقول ان حكمه العادل اصبح قريبا، بس ورا اللوحه ديت مخبي وراها الخزنه اللي بيحط فيها اعماله الغير قانونيه. وهنا بقى بنشوف ان اندي بيشرح لريد ازاي هو بيحول نهر الفلوس الوسخ ده كله الى فلوس نظيفه جميله بتلمع. ركز بقى في النقطه دي كويس جدا جدا عشان هي اهم حاجه في الفيلم كله. اولا تعالى اديك درس اقتصاد كده سريع. يعني ايه غسيل اموال؟ ببساطه انت عندك فلوس غير قانونيه، فانت بتاخد الفلوس ديت وبتغسلها وبتحولها لفلوس تانية قانونيه تقدر انك تستخدمها عادي، والحكومه ما تقدرش ان هي تتكلم معاك. فاندي بقى بيعمل ايه؟ بيخترع شخصيه وهميه ويسميها راندال ستيفنز، وبيعملوا بطاقه وشهاده ميلاد ورقم ضمان اجتماعي وكمان امضاء معين، وفتح باسم الشخصيه الوهميه ديت كذا حساب بنكي. في نفس الوقت خلى راندال دوت اللي هو الشخصيه الوهميه ان هو يتحول له اي فلوس غير قانونيه على حسابه هو. فهو عمل فعلا شركه مقاولات واستثمار باوراق قانونيه، مع ان هي ما فيهاش موظفين ولا حاجه، بس الارباح كلها كانت بتتحول وكانها فلوس ارباح شركه مقاولات عاديه خالص تابعه لواحد اسمه راندال ستيفنز اللي هو الشخصيه الوهميه. فاصبحت ان الفلوس كلها قانونيه 100%، وحتى لو تتبعوا الفلوس ديت هيوصلوا في الاخر لشخصيه مش موجوده اساسا، مش حقيقيه. ريد طبعا بينبهر باللي هو عمله، بس بيساله هل انت متضايق من اللي هو بيخليك تعمله؟ فبيقولوا ان هو ما بيعملش غير الحاجات اللي هي متعلقه بالبنك. في نفس الوقت الحاجات ديت خلته يقدر ان هو يوسع المكتبه ويجيب كتب ويعلم كمان الشباب ويديهم دبلومه زي الثانويه. ولكن فجاه زماره وصول ناس جديده بترن في المكان، واللي بيخلينا نتعرف على الشخصيه الجديده معانا، وهو الواد اللي شبه المغني ألفيس دوت. اتسجن سنتين كان بيسرق تلفزيونات من محل والشرطه قبضت عليه. شاب كده تحسه معتوه متنمر، ولكن هو كان دمه خفيف جدا فهم حبوه على طول. واللي هيطلع ان الشاب توم دوت عنده زوجه وطفل بره السجن، واللي فكر فعلا ان هما ممكن يترموا في الشارع. فبيروح لبطلنا ويكلمه طبعا بكل ادب واحترام ويقول له ان هو عايز ياخد شهاده اللي بتعادل الثانويه ديت. بطلنا بيقول له ان هو ما بيضيعش وقته مع حد فاشل، بس هو هنا هيقول له ان هو مش فاشل. بس هنا بيطلع فيه مشكله صغيره، ان الواد نفسه اللي عايز ياخد شهاده بتعادل الثانويه هو اصلا ما بيعرفش يقرا ويكتب، هو حرفيا امي جاهل. بطلنا بقى بيتبناه وبياخده تحت جناحه وبيعلمه من اول ABC. تومي في نفس الوقت بقى بيذاكر في كل وقت وكل مكان. اندي حب الواد وحب ان هو يخرجه من اللي هو فيه ويعلمه ويخليه شخص صالح، وتومي بيقعد يحضر لامتحانه وبيمتحن. وخدت بالي ان هو بيمتحن MCQ في سنه 66. يعني انا حرفيا كنت فاكر ان الMCQ ديت تكنولوجيا جديده للجامعات. وقت
الامتحان بيخلص وتومي بيفقد اعصابه ويتعصب ويقوم يكور الورقه كده ويرميها في الزباله ويزعق ان هو ضيع سنه كامله ومش عارف يحل اي حاجه. اندي بيروح يجيب الورقه اللي هو رماها، وتومي بعديها بيكلم ريد ويقول له ان هو متضايق جدا من اللي هو عمله ان هو زعق لاندي، ولكن هو بيقول له ما تقلقش ان هو فخور بيك كده كده، واللي هنا هيحصل حاجه هتغير كل حاجه برضه. تومي هيسال ريد يعني ازاي شخص ذكي وجامد جدا زي اندي كده داخل السجن اساسا، هو عمل ايه؟ فهيقولوا ان هو لقى مراته مع عشيقها اللي هو لاعب جولف مشهور وقتلهم الاتنين ودخل السجن. هنا تومي بيتصدم ويتخض ويروح بسرعه يقعد مع اندي وريد ويقول لهم ان هو من 4 سنين سرق عربيه كده فدخل السجن شويه، ولكن في فترته في السجن كان عنده زميل في الاوضه واحد اسمه ألمو بلاتش. الراجل ده كان معتوه مخبول، رجل ما تتمناش ان هو يكون معاك في نفس المكان، كان دايما بيتكلم عن كل السرقه والجرايم اللي هو عملها، واللي في مره تومي كده بيهزر معاه وبيساله يا ألمو انت قتلت مين؟ واللي هنا ألمو هيقول له ان في مره ان هو كان شغال في مكان وبيراقب الناس الاغنياء عشان يروح بيوتهم ويسرقهم، لحد ما هيقابل راجل كده وست واللي هيروح فعلا وراهم البيت يدخل ويسرق الموجود هناك، ولكن الراجل بيشوفه فبيقرر ألمو ان هو يقتل الراجل ومراته وبيضحك زي المجنون. بعد كده بيقول لتومي انت عارف ايه اكتر حاجه مضحكه في القصه ديت؟ ان الست دي هتطلع ان هي بتخون جوزها مع لاعب جولف مشهور، وجوزها هيطلع ان هو نائب رئيس بنك مشهور وهيتلبس له هو تهمه. اندي بينهار وبيروح جري يقول للمأمور، فيقول له ان دي قصه خياليه الفها تومي وانت كبير بقى على الكلام فاندي هنا بيقنعه ان هو ما بيكدبش ولا حاجه وان هو حصل كده فعلا، وبما ان هم عارفين اسم الراجل يقدر ان هو يطلب محاكمه جديده ويخرج من السجن بما ان هو بريء، والمأمور بيضحك. هنا بقى الفكره ان حتى لو اندي نفسه بريء فمستحيل اصلا المأمور ان هو يسيبه يخرج كده بسبب ان هو شغال عنده يغسل له امواله وفي نفس الوقت معاه كل اسراره، فالمأمور ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا تخليه ان هو مستحيل يخرج اندي. فهنا اندي بيقول له انت مالك بارد كده ليه؟ الراجل هيقول له ايه انت بتقول ايه؟ فاندي بيقول له باحترام انت لو خليتني اخرج من هنا اوعدك ان انا مش هقول لحد على اللي حصل من غسيل الاموال فالمأمور هنا بيتجن وبيقوم يشتمه وبيطلب الحراس ياخدوه للحجز الانفرادي لمده شهر كامل وهو حرفيا ما عملش اي حاجه. فاندي بقى بيصوت وبيقول له انا بريء ودي حياتي اللي انت هتضيعها وهم نفسهم صحابه مش مصدقين لان شهر كامل في الحجز الانفرادي دي اطول مده عقوبه سمعوا عنها في حياتهم كلها. طبعا برضه مش مصدقين ان ازاي اندي بقاله 19 سنه في السجن حتى الان هو اصلا بريء. توماس بياخد ورقه الامتحان بتاعته اللي بعتها اندي من غير ما يقول له، ما بيرضاش يفتحها ولكن هما بياخدوها منه، وريد بيفتحها ويلاقي ان توماس نجح واندي في الحجز الانفرادي واحد من الحراس بيعرفه ان الواد نجح وهو بيضحك ومبسوط. فجاه بقى المأمور بيستدعي الواد وبيخرجوه بره. هيقابل المأمور في الضلمه بيطلع له سيجاره ويقول له ان خلي الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي ما بيننا، وبيقرب منه كده بهدوء ويقول له انا لازم دلوقتي اعرف واتاكد عشان نبدا ان احنا نتصرف، هل اللي انت قلته لاندي هو الحقيقه؟ الواد بقى بيتحمس كده ويقول له ايوه ده اللي حصل بالظبط. فهيقول له طب وانت مستعد انك تروح تشهد قدام المحكمه وهيئه المحلفين وتقسم على الكتاب المقدس ان اندي بريء؟ فالواد بيتحمس اكتر ويقول له ايوه بس انت اديني بس الفرصه وانا هدافع عن اندي. فالمأمور بيضحك له ويطبطب عليه ويبص فوق ويمشي، واللي هنا بيضربوا الواد بالنار ويقتلوا كابتن الحراس. الشاب يا عيني الصغير اللي اصبح ماشي على الصراط المستقيم بيموتوه عشان ينهوا اي فرصه لاندي ان هو يخرج من السجن. وبنشوف بقى يا عيني ان اندي في السجن بيفقد عقله لما يعرف ان هم قتلوا الواد. فجاه بقى بيفتح المأمور ويدخل وبيقول له يا عيني ان هو صعبان عليه جدا ان ازاي توماس حاول يهرب فاضطرينا ان احنا نقتله، وده طبعا اللي هو قاله لاي حد بره السجن. اندي هيقول له دلوقتي ان هو خلاص هيوقف كل حاجه، فهيبص له ويقول له مفيش حاجه هتقف، ويدخل ويقول له لو ما عملتش اللي انا عايزه هحول حياتك هنا لجحيم، مفيش حراس هيحموك هنا تاني وهنعذبك وهنولع لك في المكتبه ونحرقها ونتنطط حواليها. ويخرج ويقول لهم قعدوه شهر كمان في الحجز الانفرادي لحد ما يفكر في الموضوع. بعد كده بنشوف اندي بيطلع وقاعد لوحده في جنب، وريد بيروح له وهو قاعد متدمر ومحبط خالص، وبيسأل ريد هل انت متخيل انك انت هتخرج من هنا؟ هيقول له اكيد، لما دقني تطول وافقد عقلي هيخرجوني زي بروكس العجوز. فهنا بقى اندي بيقول له ان انا هخرج وهروح زواتينيو في المكسيك، هشتري فندق كده صغير على البحر ومراكب اجرها للسياح. ويا عيني ريد بيشفق عليه، راجل اتجنن خالص من القعده في الحبس الانفرادي، وبيقول له لما انا هروح المكسيك في مكان زي انا هستفاد من واحد زيك. ولكن ريد بيقول له ان هو ما يعتقدش ان هو هيقدر يعيش بره الحيطان فريد بقى بيزعق له ويقول له ان انت ما تعذبش نفسك وتقعد تتخيل حاجات، تقبل الواقع يا اندي، انت في السجن هنا ومستحيل تخرج. فهنا اندي هيقول له حاجه مهمه جدا، هيقول له الاختيار بسيط، لا اما تنشغل في الحياه او تنشغل في الموت. ريد بقى بيخاف عليه جدا يعمل حاجه في نفسه فبينادي عليه، وهنا اندي هيقول له حاجه مهمه جدا، بيقول له لو خرجت من هنا في حقل كده مزروع شعير في مدينه معينه، هناك في جدار من الطوب وشجره صنوبر، فهيقرب منه ويقول له ان وعدني انك انت لما تخرج من هنا وتروح هناك في الحيطه اللي هناك
هتلاقي في صخره مميزه لونها اسود وهتلاقيني دافن تحتيها حاجه ومخبيها. هيقول له ايه هي؟ فهو مش هيقول له وهيمشي. ريد بقى بيروح يقول للرجاله ان اندي بقى بيتكلم بغرابه وان هو قلقان جدا عليه، والعبيط ده بيقول لهم ان اندي راح طلب منه حبل طويل وان هو اداهوله. طبعا كلهم بيترعبوا. في نفس الوقت بقى اندي بيخلص شغله عند المأمور وبيحط له الورق كالمعتاد في الخزنه، والمأمور الجاحد بيقول له خد بدلتي للغسيل والجزمه بتاعتي عايزك تلمعها وتبقى بتبرق زي المرايه. بيقعد فعلا يلمع الجزمه وبيرجع للزنزانه بتاعته، وريد بيبص له من فوق وخايف جدا عليه. بيقعد لحد ما الانوار بتتقفل وبيطلع الحبل اللي مخبيه وبيبص لفوق. في نفس الوقت بقى ريد هيتجنن وبيقول لنا ان هو عدى عليه ايام كتير جدا صعبه، ولكن دي كانت اسوأ فعلا واطول ليله قضاها في حياته كلها. خايف صاحبه واقرب واحد ليه ينتهي. تاني يوم بيطلع المساجين. ريد بيبص على زنزانه اندي بسرعه ولكن ما بيطلعش. بينادوا عليه ان هو يطلع ولكن ما بيردش عليهم. بيروح له الحارس ولكن لما بيخش بيتصدم. وفي نفس الوقت المأمور بيلاقي جزمه اندي مكان جزمته وبيسمع صفاره الانذار. المأمور بيجري بسرعه وبيقول لهم استجوبوا كل الموجودين في السجن، خاصه دوت صاحبه، واللي بيقف يزعق مع الحراس ازاي يعني ازاي ما لقيتوهوش في الزنزانه. بيدخلوا ريد وبيستجوبوه. اندي راح فين؟ طبعا ريد ما يعرفش اي حاجه. فالمأمور هنا بقى بيتجنن ويقول يا الله دي معجزه، الراجل اختفى اترفع للسما. وبياخد الحجاره بتاعت اندي وبيحدفها عليهم ويقول لهم ان دي مؤامره عليا، وبيحدف طوبه على اللوحه، ولكن الطوبه بتخرم اللوحه وتخش وراها. بيتخضوا طبعا كلهم ويتعجبوا. المأمور بيحط ايده في الخرم وبيخرج من الناحيه الثانيه، واللي بيطلع ان اندي خارم خندق كامل ورا اللوحه. واللي في سنه 1966 بيهرب اندي دوفرين من سجن شاوشانك، وكل اللي هم هيلاقوه هو هدومه وصابونه والفاس الصغير متاكل. واللي ريد هيقول لنا هنا ان هو كان فاكر ان الشخص محتاج 600 سنه عشان يحفر خندق ويهرب بيه بالفاس دوت، ولكن طلع ان هو محتاج بس 20 سنه يحفر عشان يقدر ان هو يعملها. فتخيل معايا عزيزي المشاهد ان في المشهد في اول الفيلم لما كان اندي بيكتب اسمه على الحيطه، اكتشف ان الحيطه ديت معموله من الحجر الجيري اللي متاكل من كتر الزمن ما عدى عليه. واللي هنا هو هيقرر ان هو ينحت بالراحه خالص واحده واحده ورا البوستر اللي هو جابه تاني يوم. في نفس الوقت في اول الفيلم برضو قلت لك ان اندي بيحب ان هو يسير في الارض كده وكأن مفيش حاجه في دماغه، ولكن طلعت ان الحقيقه ان اندي بيحط الطوب والتراب اللي بيطلع منه بالليل في جيبه ويتمشى ينزله في الارض وكأنه ما عملش حاجه. ولما توماس مات قرر اندي ان هو خلاص كده جه الوقت المناسب، هم عمرهم ما هيسيبوني اخرج. غير الورق اللي هو كان بيشتغل عليه بورق تاني مزيف وحطه في الخزنه من غير ما المأمور يعرف، وخد بدله المأمور ولبس الجزمه بتاعته. وبعد ما الانوار اتقفلت اندي قلع وكان لابس تحت الهدوم البدله. خد معاه بقى كل حاجه هو عايزها وبدأ يزحف في النفق اللي هو عمله واللي هيوصله للمواسير. بيخرج وهو رابط حاجته في رجله بالحبل اللي هو خده، وبينزل للماسوره العموميه بتاعه المجاري. ففضل يكسر في الماسوره مع كل ضربه برق لحد ما انفجرت. اندي بينزل يزحف في ماسوره المجاري مع الفضلات في كل حته. فضل يزحف مسافه 500 ياردة كامله، يعني ما يقارب نص كيلو متر من الزحف في المجاري، ويقعد كل شويه يرجع من كتر القرف. وفي الاخر يطلع في النهر بره ويجري يقطع هدومه ويدوق طعم الحريه، رافع ايده للمطرح كرجل حر. من افضل المشاهد اللي هتشوفها. فاكر بقى لما قلت لك ان هو عمل شخصيه وهميه بتوقيع معين بورق وشهاده ميلاد معينه باسم وهمي؟ اندي عمل كل دوت للحظه ديت، لانه هيروح دلوقتي يلبس الجزمه بتاعت المأمور والبدله بتاعته ويروح للبنك كراندال ستيفنز الشخصيه الوهميه معاه كل الاوراق وحتى نفس توقيعه، وهيسحب كل الفلوس اللي هو كان بيعملها ويخزنها للمأمور بقاله سنين. في اليوم دوت هيزور 12 بنك مختلف هيسحب فيه مئات الالاف من الدولارات. في نفس الوقت هيخليهم ان هم يبعتوا له ملف ضخم كده للصحافه. الملف ده كان موجود فيه كل الجرائم والمستندات اللي بتثبت الرشوه والفساد والقتل اللي كان بيعمله المأمور وكابتن الحراس. هينشروها في الصحف والمأمور هيتجنن وبيسمع صوت صفاره البوليس. واللي هنا بنيجي للوحه المكتوب فيها ايه من الانجيل وجي الوقت ان حكمه يجي. المأمور بيروح بسرعه يفتح الخزنه يشوف ازاي والمستندات كلها حطها اندي كلها قدامه، ولكن بيلاقي ان هو حط بدل الورق الكتاب المقدس بتاع اندي. بيفتحه وبيلاقي فيه رساله: عزيزي مأمور السجن، انت كان عندك حق، الخلاص فعلا بيجي من جوه. وهنا قصده جوه الانجيل. وهنا هو بيفتح الانجيل بيلاقي ان اندي كان مخبي فيه الفاس بتاعه. واللي هنا فاكر في اول الفيلم لما قلت لك ركز ان المأمور ما فتحش الكتاب لما خده من اندي، فمحدش كان يتوقع حاجه زي كده. واندي نفسه كان حاطط الفاس دوت في سفر الخروج الموجود جوه الانجيل. السفر دوت بيتكلم عن خروج بني اسرائيل من العبوديه اللي في مصر وهروبهم للحريه، وده نفس اللي اندي عمله بالظبط. فهنا هو عمل زي وورد بلاي كده. المأمور طبعا بيتصدم والكابتن بيتقبض عليه وبيقعد يعيط زي البنات الصغيره. المأمور برضك مش هيستسلم وهيطلع سلاحه. بيحاولوا يفتحوا الباب وهو عرقان ومتوتر وبيترعش، ولكن بيكتشف ان هو مش هيقدر يعمل لهم حاجه، فبيقوم مخلص الحكايه.
اعتقد ان اخر حاجه كان بيفكر فيها قبل ما يموت ان ازاي اندي عرف ان هو يعمل كل دوت. بعد فتره هيوصل لريد بطاقه بريد فاضيه وكان عليها رمز بريدي كده لتكساس المكسيك، رساله من اندي ان هو راح يحقق اللي هو كان عايزه فعلا. اندي دوفرين اللي زحف في الفضلات والوساخه لحد ما طلع نضيف من الناحيه الثانيه بيتحول بعد كده لاسطوره، وريد في نفس الوقت فرحان له جدا ولكن بيفتقد صديقه الصدوق وصاحبه. بعد 40 سنه في السجن بيتعرض على اللجنه تاني وبيقول له انت حاسس انك انت تاهلت؟ هيقول لهم تاهيل؟ خلينا افكر كده، انا ما اعرفش يعني ايه الكلمه ديت. فبيقول له يعني انك انت تقدر تعيش في المجتمع تاني. فبيقول لهم انا عارف يعني ايه، بس هي مجرد خيال، شغلانه ليكوا كده وخلاص. هيقول له انت عايز تعرف ايه؟ هل انا ندمان على اللي انا عملته؟ مفيش يوم بيعدي عليا غير لما اكون ندمان فعلا. وبيقول له مش عشان انا مسجون او عشان انا اقول لك كده فعلا، ولكن كنت شاب صغير غبي اللي عمل الجريمه البشعه ديت. نفسي اقعد اتكلم معاه واعقله وافهمه الدنيا ازاي بتمشي، بس ما اقدرش خلاص لان الشاب دوت راح من زمن كبير جدا وما قدامكش دلوقتي غير العجوز اللي قاعد قدامك ده. وبيقول له اخلص، ارفضني كالعاده ومشيني لاني مش مهتم. واللي هنا ريد بيتقبل لاول مره اللي اصلا بيبقى فيها مش مهتم ان هو يخرج اساسا. بيتخض برضه هو كمان ويخاف من العالم الخارجي وبيروح للشقه اللي كان فيها بروك وبيلاقي بعد كل السنين ديت بروكس كان هنا بيشتغل برضه في نفس المحل وبيطلب ان هو يروح الحمام. المدير نفسه بيقول له ان انت مش لازم كل شويه وانت رايح الحمام تستأذن، ولكن هو بيقول لنا ان هو 40 سنه كامله بيستأذن للحمام، ما يقدرش فجأة ان هو يغير العاده ديت. وريد بيكتشف ان هو ملوش مكان في الحياه ديت. الخوف والقلق والتوتر والوحده كل دي معاناه هو مش طايقها. الحاجه الوحيده بس اللي كانت مخليه يفضل عايش هو الوعد اللي هو اداه لاندي، واللي بيروح فعلا للحقول عشان يدور على الحاجه اللي اندي دفنها لحد ما بيوصل لجدار طويل اخره شجره صنوبر، واللي هيقعد يدور على الحجر الاسود لحد ما يلاقيه. بيلاقي تحتيه بقى حاجه مدفونه وبيفتحها بيلاقي ظرف، بيلاقي ان هو سايب له فلوس وورقه مكتوب فيها عزيزي ريد، بما انك انت قطعت المشوار ده كله ودورت على ورقه فعلا فليه ما تقطعش مشوار تاني وتجيلي للمدينه اللي انا قلت لك عليها زيو تونيغو، وانه محتاج راجل عجوز طيب كده زيه عشان يساعده وان هو مستنيه هناك مع لوحه الشطرنج. وبيقول له افتكر دايما يا ريد ان الامل حاجه عظيمه، زي ما قال اندي انشغل بالحياه او انشغل بالموت. ويكتب جنب بروكس كان هنا وكذلك ريد. وبيسافر لاندي وهو بيقول ان هو متحمس وحاسس لاول مره بالحريه، ويروح للمحيط الهادي ويلاقي صاحبه وصديقه الصدوق شغال على المركب بتاعه زي ما هو قال، وبيضحك له وهو بيضحك له ويروحوا يحضنوا بعض والفيلم بيخلص. الفيلم طبعا مليان طاقه ايجابيه غريبه جدا. البلوت تويست اللي في اخر الفيلم كانت جامده جدا، والفكره ان احنا بنشوفها بعيون ريد نفسه دي كانت من الحاجات العبقريه في الفيلم. في نفس الوقت ازاي ان اندي بيخطط وبيعمل كل دوت بقاله 20 سنه كامله. الفيلم ده زي ما قلت ان هو عكس فيلم ذا ميست، فهنا بيجي مفهوم الامل اللي الفيلم بيحاول ان هو يوصله لك. ازاي اندي مختلف مع ان مراته خانته واتحكم عليه 50 سنه ظلم في السجن، قعد يا جماعه اول سنتين كاملتين بيغتصبوه حرفيا كل يوم، ولكن مع ذلك ما فقدش الامل خالص. ودايما هو مختلف عنهم لان هم حرفيا فقدوا الامل في الحياه من زمان جدا. نيجي بقى هنا لجزئيه ان الفيلم دوت متصنف ان هو افضل فيلم في التاريخ والخناقه اللي بتحصل عليه. فلو سالتني هل هو افضل فيلم في التاريخ طبعا هقول لك لا،